صباح الخير عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى نزلت كده جبت اوكسي. الكيس الاوكسي ده ب180 جنيه. 2 كيلو صافي ب180 جنيه، وعليه 400 جرام هدية. بس اوكسي ريحته تحفة، جميل جدا. ريحة وغسيل مفيش بعد كده. ده الغسالة الكبيرة بتاعتي، طبعا كلكم شفتوها مصوراها معاكم. هنا يا حبايب قلبي انا حطيت الاوكس ده في علبة، وباخد منه بالكوباية، بمعيار الكوباية كده، ربع كوباية بربع كوباية. هو ريحته تحفة، وطبعا الغسيل بتاعه جميل جدا. وجبت هنا السمك ده معايا كيلو ونص ب100، بس جميل جدا. احنا بنحب السمك الصغير ده عن الشبار الكبير. السمك الصغيرة بتبقى مسكرة ولها طعم حلو عن الكبير. هنا يا حبايب قلبي بدأت أغسله اهوت من الخراشيم بتاعته، لأن الخراشيم بتبقى معبية طينة ودم كده. بحب أغسله من الخراشيم تنزل طينته. الطينة ديت لو انت ما شيلتهاش من الخراشيم، أي سمك بقى معاكي، يعني مش شرط الشبار بس. الطينة دي بتنزل بطنه طبعا، أو بتتحوش في دماغه طول ما انت بتشويه. فلازم يا حبيبة قلبي تغسليه كويس قوي زي ما انت شايفة كده معايا. وهنا ركنته يجي ساعة في التلاجة عما بطلع أشوي وكده. هنا يا حبيبة قلبي بتغسلي الحوض كويس، كويس قوي قوي. من الزفارة وكده، لأن هي الزفارة بتعمل ريحة وحشة جدا في المطبخ. فلازم تغسلي المواعين أول بأول. تخلصي الأكل من هنا وتغسلي المواعين بعدها على طول. حاولي ما تسيبيش أي زفارة أو أي حاجة مش كويسة في الحوض أو المطبخ عندك. لأنها بتلم حشرات بقى ودبان وكده، فعزكم الله يعني. فحاولي تخلي بيتك على قد ما تقدري ريحته نضيفة. بقلل الإمكانيات، بقلل المقادير، لازم تخلي بيتك ريحته نضيفة وحلوة. جبت هنا الطماطم دي ب30، غسلت الدرج معاكم ونشفته. وحطيت في الطماطم كده. انا قبل ما اخد طماطم او قبل ما استخدم الحاجه بغسلها طبعا مره واتنين وتلاته. وهنا البطاطس ديت الكيلو تقريبا ب20، حاجه زي كده، مش فاكره والله بجد. هنا يا حبايب قلبي جبت ربطة بصل اخضر. طبعا اول ما شفته البصل عرفته ده ايه. ايوه يا بنات، ده سمك. لان انا من عشاق السمك، حتى وانا تعبانه وانا عندي برد. اه يا بنات والله، وانا عندي برد وتعبانه، لان السمك ده ما اكلتوش الا مرتين ثلاثه تقريبا في رمضان. وجا العيد بقى، العيد زي ما انتوا عارفين، اللحمه والفراخ والكلام ده. فايه ما عرفتش اجيبه في العيد، فجبته بعد العيد. وهنا يا حبايب قلبي، وانا غسلت البتاع خلاص قلت السمك ركنته خلاص. هنا يا حبايب قلبي غسلت الجرجير، بغسله معاكم اهو. والشنطة اللي جنب مني ديت اي مثلا علف بيفيض مثلا رز. مش بيفيض مثلا ان انا ارميه، لا، لو فض رز نضيف بحطه على جنب، بشيله في التلاجة لتاني يوم، بسخنه او بزود عليه شوية وخلاص. انما لو فاض رز مثلا من باقي اكل، مثلا اتعك طبيخ او كده، او اتبهدل من السلطه او السمك وكده. او خضره مثلا مبهدله زي اللي انا شلتها من الخضره اللي انا جايباها دي، او اي حاجه بشيلها في كيس كده. اي حد بقى عنده حوان من جيراني، من سلفاتي بديهوله. حرام حرام نرمي نعمة ربنا في الزباله يعني، في الباسكت، عزكم الله. هنا انا جبت ليمون. الليمون ب50 جنيه تقريبا، او ب40، والله مش فاكرة بصراحة. انا كان عندي جيتات 4 ليمونات، جبت عليهم نص ليمون. وهنا يا حبايب قلبي غسلت الرز غسل كويس جدا، بنقي معاكم واحدة بواحدة، لان بيبقى فيه حاجات كده وطوب صغير. لازم تنقي كويس قوي. متنسونيش بقى يا حبايب قلبي في الاشتراك وتفعيل الجرس، عشان يوصلكم مني كل جديد، ولايكات. وعايزة كومنتات كده تشجعني وتفرحني وتسعدني كده. ربنا يسعدنا جميعا يا رب.
جبت هنا يا حبايب قلبي معاكم 3 حبايات طماطم وبصلايه اهي، او بصلايه الا ربع تقريبا كنت اقسمها يعني، بستخدم الربع التاني في حاجه، وقرنين فلفل وليمونه كده عشان اعصرها على السلطه. انا من عشاق السمك يا بنات، بحبه جدا جدا. المشوي المقلي ماشي عادي، ممكن اعمله كده مرة ولا حاجة في الشهر، كل شهرين. انما المشوي ده اساسي. رغم والله يا بنات انا تعبانة جدا ومش قادرة اتكلم ومش قادرة اعمل اي حاجة، بس انا بحب اشارككم الفيديو بتاعي، وبحب اشارككم اليوم بتاعي ان هو بيعدي ازاي. ويقولوا لي بقى رأيكم في التعليقات، وطبعا رأيكم يهمني جدا. انا حطيت على الرز ملح وخلاص سبته على النار. وانا يا حبايب قلبي هعمل السلطة وارجع لكم تاني. وهنا عملت السلطة خلاص، وقطعت عليها عودين جرجير كده، وحطيت عليها فلفل اسمر وملح وكمون وكزبرة، وعصرت عليها الليمون، وحطيت عليها شوية خل. كانت تحفة بجد يا بنات، كانت تحفة. نسيت اقول لكم يا بنات ان انا بحط على الجرجير خل وهو بيتنقع في المية عشان يعقمه وينضفه كده. وهنا خلاص بعمل التمليحة معايا، شوية مية صغيرين كده على قد السمك، وشطة بقى وفلفل أسمر وكمون وكزبرة، بهاراتك اللي انتي بتحبيها وبتحطيها. وهنا حباية طماطم صغيرة كده وقرن فلفل حامي أو بارد زي ما انت عايزة، وليمونة أو نص ليمونة عندي، وحطيت ملح بقى وكده. ظبطي ملحك وظبطي حاجتك. وهنا يا حبايب قلبي خلاص عملت التمليحة وكمان بالمرة يا بنات تحط على التمليحة شوية زيت، ده بيخلي قشر السمك ما يلزقش معاكي بعد الشوي. وهنا يا حبايب قلبي بولع الفرن. انا مش عارفة تقريبا جوزي قال ايه فبضحك يعني. هنا يا بنات بولع الفرن. الورقة دي مش عايزة تولع، مش عارفة ليه. بص بتحيرني. سبتها ورحت اجيب ورقة تانية. انا خلاص يا بنات ولعت الفرن وحطيت السمك في الردة، وحدفته كده في الفرن. لازم تختبر الفرن بتاعك بشوية ردة صغيرين كده، ترميهم على العرصة بتاعة الفرن، تشوف الفرن معاكي حمي ولا لا. لو الردة ديت دخنت يبقى العرصة حمت، ترمي السمك عليها. بلاش ترمي السمك على العرصة بتاعة الفرن وهي لسه ما سخنتش، اللزق السمك هيلزق منك وهيتبهدل منك ويكسر منك. لازم تكون حامية، النار حامية. وهنا يا بنات خلاص خلصت السمك. يعني ايه، بنحبه اصفر كده، ما بنحبوش محروق. هنا بقى ما كانش عندي قش تحطي ورق، تحطي قش زي ما انت عايزة. هنا بوريكم يا بنات ان السمكة الكبيرة ديت كان لسه عليها شوية صغيرين خالص، انما بقية السمك كان زي الفل. كانت في سمكة كده في وسط السمك كانت كبيرة شوية. هنا يا حبايب قلبي بملح السمك معاكم اهو. ما تنسونيش يا بنات بقى في الاشتراك وتفعيل الجرس ولايكات كتير كتير يا بنات. قولوا لي ايه رأيكم. انا بعرف اشوي على البوتاجاز وبعرف اشوي في الفرن. اهو يا بنات بوريكم ان معايا خلاص خلصت. وهروح بقى يا بنات علشان اجهز الغدا معايا. هنا بتجيبي خلقة مبلولة مية كده وتحطها في قلب الفرن، تمسحي بيه الفرن. هنا يا بنات بدأت أغرف في الرز، رز أبيض وجميل. فين وفين يا بنات لما نعمل مع السمك رز بشعرية، رز ببصلة، رز حباية وحباية. بس بعد كده هعمل لكم معايا إن شاء الله أي رز، نوع رز تاني ما يكونش أبيض. هنا يا حبايب قلبي بغرف طبقين رز، طبقين سلطة، اللهم صل على النبي، طبقين 3 كده سمك. ناكل على قد ما ناكل، واللي يفيد والله يفيد سمك وحياة ربنا. كلناه تاني يوم، حمرت جنبه شوية بطاطس وكلناه تاني يوم. فضل ونعمة يعني من عند ربنا. ربنا يدومها علينا يا رب ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. وهنا نسيت ان الفيشة متعلقة على علاقة المجات، فكنت هشدها خدتش بالي. تحفة يا بنات، بقول لكم ان السلطة جميلة جدا وطعمها تحفة.
حبايب قلبي بقى ما تنسونيش كده في تعليقات حلوة منكم ولايكات كتير، واشتراك يا بنات، اشتراك عشان يوصلكم مني كل جديد يا حبايب قلبي. وهنا خلاص الفيديو معايا. اشوفكم على خير يا بنات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.